وما ينفعش يجي رمضان من غير ما نجيب الزينة ولا الخيامية. هتخلص منطقة تحت الرابعة وهتلاقي باب زويلة في وشك. قدام باب زويلة هتلاقي سوق مليان كله خير وكله فوانيس وخياميات كمان. السوق ده مشهور، وده لأنه من التراث القديم منذ قديم الأزل. والسوق ده اسمه سوق الخيامية، ده أشهر سوق في منطقة تحت الرابعة، وده لأن الشارع ده أكتر شارع هتحس فيه ببهجة رمضان. شارع الخيامية عمره أكتر من 600 سنة، ده من الأسواق القليلة جدا في مصر اللي ليها سقف خشبي وفيها فتحات تهوية علشان يدخل الهواء وأشعة الشمس ليه. الشارع ده الحرفة الأصلية بتاعته ما كانتش بيع الخياميات وفوانيس رمضان وزينة رمضان، ده كانت الحرفة الأصلية بتاعته هو بيع الخيم المشغولة والمتطرزة بالإيد، علشان كده كان اسمه الخيامية. ولكن مع مرور الوقت الحرفة دي أصبحت قليلة جدا، لأن كتير ما بقاش بيستخدم الخيم زي زمان. ولكن لحد دلوقتي في محلات بتطرز بالإيد وبيصدروها بره مصر، والأجانب بيحبوا جدا يجوا شارع الخيامية علشان يشتروا المشغولات التراثية بتاعتنا. وإحنا كمصريين بنحب المشغولات التراثية برضه لأنها تعتبر حاجات من النوادر بالنسبة لنا. وتعالى بقى شارع الخيامية علشان تتفرج على جمال زينة رمضان بأشكالها المختلفة اللي أكيد هتشد قلبك قبل عينك، لأن ده اللي حصل معايا. وفي شارع الخيامية هتلاقي الفوانيس أشكال والوان، وهتلاقي أسعارها خيالية، تحس كده إنك عايز تشتريهم كلهم من جمالهم. ده غير طبعا الخداديات اللي متطرزة بأشكال رمضان، والمفارش ومفارش السفرة البلاستيك والقماش كمان، وصواني التقديم اللي عليها أشكال فنانيس وأشكال رمضانية تاخد العقل. في سوق الخيامية مش بس بيبيعوا أشكال وزينة رمضان، ده كمان ممكن يفصلوها ويطرزوها كمان، ده حسب الشكل والتفصيل أو التطريز اللي انت عايزه. يعني هتلاقي الجاهز والتفصيل. وطبعا ما قدروش ينسوا زينة رمضان من حبل نور وأشكال زينة رمضان المختلفة اللي هتلاقي كل شكل غير التاني. بس انت اعمل حسابك وانت داخل سوق الخيامية انك تاخد نفس طويل، لانك هتبقى محتار هتختار ايه ولا ايه، ولا تشتري ايه ولا ايه، ولا هتشتريهم كلهم. وانت طالع من سوق الخيامية اوعى تنسى تلبس الطربوش بقى من عند عم حسين. دي بقى كانت جولتي في شارع الخيامية، وكل سنة وانتوا طيبين.